السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ولاباس وبصحه وعافيه. اليوم ان شاء الله جبت لكم تارتولات بموس الدجاج. اول شيء عندنا هنا بصل، نروح نقليوه، نقطعوا حبه بصل بهذه الطريقه ونروح نقليوها، وبعد ما طيب لنا نصف طياب نروح نحطوا عليها يعني كميه من الدجاج، يعني مش كميه كبيره، نصف من صدر الدجاج حسب العائله نتاعكم، ونخليهم يتقلاو مع بعضهم حتى يطيبوا معنا ان شاء الله. يعني هاد التارتولات يجيكم بزاف هايل بالموس الدجاج. هنا بعد ما طابوا معايا شوفوا نروح نحط لهم غير شويه فلفل اكحل، ما نسحقوش بهارات في هذا الموس الدجاج هذه بزاف، ونزيد نحطوا رشه ملح خفيفه. وهنا راني رحيت الدجاج هذاك تاعي والبصل اللي كنت طيبتهم رحيتهم في الاشوار، لازم ترحيوهم بيان، لازم تحصلوا عليهم كريمه، ما يبقاش فيهم حبيبات هكذا نتاع الدجاج او باش ما يسبولكمش مشكل كي تحطوهم في لابوش وتجيو تخدموا بهم راح يتعبوكم. لذلك لازم ترحيو موس الدجاج تاعكم بيان كيما راكم تشاهدوا كريمه. وهنا عندي كريم فريش طلعتها، اي نوع من الكريم فريش، المهم تكون فايته 30 تاع الدهون تاعها، تكون نسبتها فوق 30 نسبه الدهون، ونطلعوها ونروح نحط كميه منها فوق هذيك الخليط نتاع الدجاج والبصل، ونبداو نخلطوا فيهم حتى ندخلوا هذيك الكريمه تاعنا وسط الدجاج والبصل، ونمزجوا كامل المكونات مع بعض حتى نحصلوا على كريمه ماهيش جاريه بزاف وماهيش ناشفه بزاف. ولا جاتكم ناشفه طريه بزاف اخدموها يعني حطوها في الثلاجه في المجمد وخليوها راح ترتاح معكم وتنشف معكم، وكي تشكلوا بها التارتوله تاعكم راح تجيكم باهيه. انا هنا بديت لكم بهاد بالموس تاع الدجاج باش نحطها تريح، وكل ما تريح معكم قلت لكم تزيد تشد روحها والقوام تاعها يثقل، وكي نخدموا بها ما تعبناش. انا حطيتها في لابوش واروح نحطها الان في الثلاجه ونخلي عليها، يعني نخليها حوالي ساعه في الثلاجه، ونروحوا نخدموا لاباط تاعنا. هنا انا راح نخدم لاباط بريزي، نتوما تحبوا ديروا لاباط صابلي ديروا بات صابلي. انا هنا عندي كيلو فرينه نغرب اللوبيا، تحبوا ديروا نصف الكميه ديروا نصف الكميه، نتوما واش يساعدكم. نغربلوا الفرينه تاعنا كامل، وهنا بعد ما غربلت الفرينه تاعي عندي 500 غرام زبده، اي نوع من الزبده ديروها، انا هنا فقط راني نوري لكم بلي هذه هاي 500 غرام، نتوما ديروا الزبده اللي تحبوها. والزبده هنا لازم تكون بارده، اللي تخدموا بها لاباط بريزي لازم تكون بارده بالبزاف، تكون من الثلاجه، يعني عكس لاباط صابلي ديروا الزبده غامولي، هذه لازم تكون بارده باش تجيكم لاباط نتاعكم او يجيكم التارتولات نتاعكم بارده، يجيكم كروستيو يعني يجيكم قرمشين، غير تلوحوهم في فمكم يذوبوا معكم. كون تكون الزبده طريه ما تجيكم مليحه ولكن ما تنجحش بزاف. ونبداو نرملوا في العجينه تاعنا بهذه الطريقه حتى تدخل لنا الزبده كامل في الفرينه تاعنا. يعني هذه المرحله هي المهمه في لاباط، وما تعجنوش لاباط تاعكم، حاولوا تلموها فقط، هي شويه متعبه في البدايه بصح تجيكم مليحه كي طولوا بالكم عليها. عندي هنا 2 بيضات، تي قلت لكم كنت تحبوا ديروا نصف الكميه ديروا 500 غرام فرينه، 250 غرام زبده، نديروا بيضه و3 ملاعق ماء باش تلموا العجينه نتاعكم. نحطوا البيض هذاك تاعنا كامل وندخلوه شويه في العجين، انا مانيش نعجن راني نلم فيها برك. شوفوا هاني هنا مش راح نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا كامل الطرق. هنا عندي ملعقه ماء، الماء يكون بارد كيما الزبده بارده لازم الماء ثاني يكون بارد. نحطوا 6 ملاعق ماء ونلم العجينه تاعي غير بالشوي ونروح معها غير بالعقل حتى تتلم لي ان شاء الله. ما تحاولوش تعجنوها، لو كان تعجنوها راح تولي لكم العجينه تاعكم بعد الاستيك وتجيكم يابسه.
أنا نلم فيها غير بالعقل. هنا بدات تلم معايا العجين. لموها كامل ما نخليوش والو. انا نحب نخدم فوق البلون دو طرافاي الا جا لي ستاع. وهنا راني لميت العجين تاعي غير بالعقل بالعقل. شوفوا كيف تحصلوا ليها. ونحطوها في كيس بلاستيكي ونخليوها تريح معنا حتى ساعه كامله. لو كنا في فصل الشتاء ما كذا ندخلوها الثلاجه، نحطوها غير فوق يعني كيما نقولوا في المطبخ تاعنا عادي، ونخليوها تريح معنا. كي تريح راح تعطيكم نتيجه هايله. وهنا عندي هذو لي باركات هذو تاع الترتولات، هذو انا اللي راح نشكل بهم. تحبوا ديروا حجم كبير تاع لي باركات، تحبوا ديروا غير كيما انايا، انا فضلت هذو يجيو صغار ويجيو ملاح. وهذه لاباط تاعي بعد ما ريحت ساعه كامله نروحوا نبداو نخدموا لي باركات نتاعنا. نجبدوا غير بشوي ونبداو نخدموا في الترتولات نتاعنا. نضغطوا على المول باش يهز لنا الشكل، وما ديروش الحبه تاعكم رقيقه بزاف خاطرش تتكسر لكم، وما ديروهاش خشينه بزاف، ديروها في المتوسط. هكذا تحصلوا على تارتولات ما شاء الله تخدموا بهم كلش. وهنا بعد ما خدمتهم كامل شوفوا كيفاش انا خليتهم يريحوا معايا 21 دقيقه، ومن بعد راني نثقب فيهم. لازم تثقبوهم باش ما يتنفخولكمش في الفور، والفور راهو سخون عنده ربع ساعه. نديروه على 170 درجه وندخلوهم يطيبوا معنا. مجرد انهم يبداو يصفاروا من تحت نشعلهم من فوق ايضا يصفاروا، ونخرجوهم ما نخليهمش حتى يحمروا معنا بزاف. واللي يحبهم يجيو حمر ثاني عادي مش مشكل. وهذو هما لي تارتولات تاعنا تحصلنا عليهم. شوفوا كيفاش يجيوكم. هادو جاوني صغار ما شاء الله. نتوما قلت لكم تحبوا ديروا حجم اكثر من هكذا، ديروا حجم اكثر من هكذا. وهنايا عندي هادو راح نديرهم سيكري. قلت لكم عجينه واحده راح نخدم منها سيكري وصلي مالح وحلو. هنا عندي كريم شونتي، هذه كاس شونتي بكاس ماء بارد مش بارد بزاف من الثلاجه، ومعاهم ربع كاس عصير ليمون باش تجينا كريمه ممزوجه بين الحماضه والحلاوه. ونخدموا التارتولات تاعنا هادو ثاني نخليهم يبردوا معنا التارتولات. ونبداو نزينوا في التارتولات تاعنا بهذه الطريقه. هنا عندي حبه بنان كنت خدمتها وشكلت وزينت بها التارتولات تاعي. شوفوا كيفاش يخرجوا معكم ما شاء الله. الكريمه ثاني تجيكم بزاف هايله، والتزيين يبقى اختياري. هادو التارتولات لي سيكري رانا خدمناهم معكم وزيناهم وجاونا بهذه الطريقه. نخليوهم بجيه ونروحوا ايضا نحشيو تارتولات صالي بكريمه الدجاج، موس الدجاج ثاني اللي راهي بردت معنا وحكمت روحها بيان في الثلاجه.
يعني كي تشكلوا بها ما تفزد لكمش الشكل. وثاني لي تارتولات لازم يكونوا باردين. نكمل انايا نحشي لي تارتولات نتاعي ونزينهم بهذه الطريقه. وجاونا ما شاء الله جاونا شابين بزاف، يعني لاباط تجيكم كروستيو حاجه بزاف. الا ترافقوه مع لي سوب مع الشوربه كيما تحبوا ديروا نتوما. وما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يعني اعجبكم هذا الميني تاع اليوم اللي كانت تارتولات سيكري وصالي، وتجربوهم وتشوفوا يعني المذاق تاعهم كيفاش داير. وتحبوا تخدموا بعجين الصابلي اخدموا، وتحبوا بالبريزي اخدموا، ما كاش حتى مشكل. وما بقى لي غير نقول لكم شكرا لمتابعتكم. ما تنساوش تبارطاجيو لنا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين وتستفادوا كامل. وما تنساوش تحطوا لنا لايك فضلا منكم وليس امر. واذا انتم ما طلعتولناش الفيديوهات مش راح يطلعوا. وان شاء الله نالوا اعجابكم جميعا وتجربوا وصفاتنا وتنجحوا فيهم وتدعوا لنا معكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.